مرحبا أحبائي. اليوم حضرت لكم نوغا ب3 مكونات بطريقة كتير بسيطة وسهلة ولذيذة كمان. تابعوا معي الفيديو للنهاية واحضروا كامل حتى تشوفوا كيف حضرتها. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. وخلونا ننتقل لطريقة التحضير. أول شي بدي أحضر الصحن اللي رح برد فيه النوغا. حجم الصحن بيرجع لرغبتكم، إذا صغرتوها أو كبرتوها كيف أنتوا حابين السماكة تبع النوغا بتتحكموا بحجم الصحن. رح أحط بأرض الصحن ورق زبدة لحتى النوغا ما تلزق معي. بعد ما بردها وطلعها تطلع معي بسهولة. ما توفرت ورقة الزبدة فيكم تستخدموا أكياس بلاستيكية شفافة بس تكون خاصة للأكل وتكون شوي سميكة لحتى تطلع من النوغا بسهولة. وبعد ما جهزت الصحن بدي بلش بتحضير المكسرات. هون عندي أنا لوز وكاجو وعندي فستق وزبيب. الزبيب ما رح حمصه والفستق اوريدي محمص عندي، بس بدي حمص الكاجو واللوز. بنحطهم بمقلاية تكون حامية وعلى نار كتير واطية. بنضل نقلب فيهم لتطلع ريحتهم وياخدوا لون خفيف، بيكونوا صاروا جاهزين. وبنرجع بنفس المقلاية رح نضيف 50 جرام من الزبدة. طبعا النار دائما واطية، ما تعلوها ابدا لحتى الزبدة ما تحترق معنا وتاخد لون غامق وتخرب لون النوغا. وبس تدوب الزبدة رح نضيف 250 جرام من المارشميلو. بتحبوا تكون المارشميلو لون أبيض سادة أو تضيفوا له الألوان مثل ما أنا هون مستخدمة لونه وردي. إذا في عندكم أولاد بيحبوا هيك ألوان معينة أو إنه عندكم مناسبة وحابين تقدموا فيها النوغا فيكم تستخدموا المارشميلو ملون، وبتقدروا كمان أبيض على حسب رغبتكم. وأبدا ما تعلوا النار على المارشميلو، بتخلوها تدوب على مهلة وعلى نار هادية. ما رح تاخد معاكم وقت ورح تدوب بسرعة. إذا عليتوا النار ممكن تقسى معاكم أو تحترق. أهم شي تستمروا بتقليبها كرمال القطعة اللي بعدها صحيحة تتعرض للحرارة وتدوب كمان. وهيك خلاص المارشميلو دابت معي كتير منيح. شايفين كل حبات المارشميلو اختفت. هلأ بدي ضيف لها كوب من الحليب المجفف. فيكن تستخدموا أي نوعية حليب مجفف عندكن على حسب الرغبة. بدي أقلب المارشميلو مع الحليب وكمان النار هادية. بدي ضل خبركن إنه النار هادية لأنه إذا عليتوها رح تحترق معكن النوغا وتخربوا كل الشغل. منضل منقلبهم مع بعض لحتى الحليب كله يختفى ويصير هيك معنا عجينة تكون ناعمة من الحليب والمارشميلو. وهلأ هيك بدي أضيف المكسرات. خلص قلبت الحليب منيح واختفى معي. رح أضيف المكسرات الفستق والكاجو واللوز والزبيب. وبالنسبة للمكسرات الكمية والنوعية على حسب المتوفر عندكم. فيكن تستخدموا بس نوعية واحدة وفيكن تشكلوا بين الأنواع. بتحبوا تضيفوا زيادة فواكه مجففة، تضيفوا بندق، تضيفوا فستق، على حسب رغبتكم ومثل ما بتحبوا. هيك صارت معي النوغا جاهزة. هلأ بدي نزلها بالصحن اللي حضرته أول شي. شفتوا ليش احنا حضرنا صحن من البداية؟ لأنه المارشميلو مباشرة أول ما تجهز معنا فورا لازم تنزل بالصحن لحتى نشكلها ونفردها بالصحن وهي بعدها سخنة، لأنه إذا بردت بصير صعب علينا التحكم فيها. هلأ بدي أفردها بإيدي بس لحتى تنفرد بكل الصحن وتبقى متساوية من كل الأطراف. بتقدروا تستخدموا السباتيولا أو تضيفوا ورقة زبدة هيك على الوجه وتبلشوا تفردوها بإيدكم. يعني المهم إنه تنفرد وتصير متساوية. وأنا من بعد ما فردتها لحتى ما يبقى في علامة بالإيدين بدي بلش هيك ساوي الوجه تبعها بالسباتولا حتى تكون معنا الوجه تبعها كله متساوي وأملس. وآخر شي رح أضيف شوي صغيرة من أوراق الورد المجفف مع اللون البينك. عطوا كتير شكل حلو ومنظر حلو بالنوغا، وعطوها كمان نكهة لذيذة هيك مثل نكهة ماء الورد. نضغط عليهم هيك من بعد ما نضيفهم لحتى يثبتوا منيح. وبنحطها بالبراد من ساعتين لساعتين ونص لحتى تبرد. بدنا اياها تبرد كتير منيح لحتى يسهل علينا انه نطلعها من ورقة الزبدة ونقدر نقطعها بدون ما يتخرب شكلها.
وهيك شكل النوغا من بعد ما بردت معي كتير منيح بالبراد وصارت جاهزة. رح شيل عنها ورقة الزبدة وبدي رش شوية نشا بأرضية الصحن اللي بدي أقطعها فيه كرمال ما تلزق بالصحن. وهلأ رح بلش أقطعها. استخدموا بالتقطيع سكينة يكون كبير ويكون شوي حد أو مسنون منيح كرمال يقصلنا المكسرات بسهولة. وطبعا من بعد ما نقطعها بشكل مستطيل رح نقطعها مربعات. بتحبوا تكبروهم أو تصغروهم بيرجع لرغبتكم وكيف حابين تقدموهم. شايفين كيف شكلها بشهي؟ المكسرات بقلبها شكلهم ولا أروع والطعمة كتير طيبة ولذيذة. وهيك أحبائي وصفة اليوم صارت جاهزة. نوغا بطريقة كتير بسيطة وسهلة وبثلاث مكونات كمان. جربوها كتير رح تحبوها ورح تعجبكم. إذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وشاركوا الفيديو والوصفة بين أصدقائكم لحتى يجربوها ويستفادوا منها.